سلام سلام، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. رمضان كريم على الجميع، علينا وعلى جميع المسلمين، وإن شاء الله ربي يكون مع إخواننا في فلسطين. أقل شيء نقدروا نديروه هو الدعاء. إن شاء الله تدعيوا في هذا الشهر الكريم يكون الفرج يا رب العالمين. راح نشارك معكم المرقة حلوة، طاجين حلو، الحم حلو، كل واحد كيفاش يسميه، احنا نعيطوا له الحم حلو في الجزائر العاصمة، بمقادير مضبوطة ونتيجة بزاف هايلة. والبدنة ما نحكي لكمش عليها، جا بزاف بزاف بنين. المهم نبداو ولا نروحوا للفواكه الجافة. انا استعملت هنايا المشماش، العينة والزبيب، درتهم في ماء سخون وحطيتهم على جهة. وانت حبيتي تستعملي فواكه اخرى، هذا الشيء راح يعود لك. بالنسبة للعينة درتها بهذه الطريقة، كاين اللي فوروها، انا ما فورتهاش، خليتها هكذا. وشنو درتها مع الاخر، والنتيجة قعدت على حالها، ما تحرحرت، ما كيما يقولوا تفتت لي في المرقة، وما بدلتليش اللون تاع المرقة بهذه الطريقة. تبعيني برك في الوصفة وراح تحصلي على نتيجة بزاف هايلة، وما راحش تزيدي تعاودي تبدلي هذه لاوسيت. هنايا بعد ما درت زوج مغارف تاع زبدة خليتهم ذابوا، زدت الطريفات تاعي تاع اللحم غنمي. تقدري تستغناي عليهم اذا ما تحبيش اللحم في اللحم حلو، ولكن اذا تاع ضياف وكامل لازم يندار فيه. لو كان مرصوات صغيورين، انا ما كثرتش، انا في الحقيقه كنت ما نحبش اللحم الحلو في المرقه حلوه، ولكن مع الوقت كي كبرنا وليت نحب هذاك اللحوم. فوالا نخليهم يتقلاو مليح، ونروح نزيد 2 معالق تاع سكر، وملعقه تاع ملح صغيره، والعود تاع القرفه. قولوا لي إذا هذه هي الطريقة تاعكم في اللحم الحلو، لأنه كاين اللي يديروا بالبصل، كاين اللي يدير له سنة توم، ما على باليش كل واحد كيفاش يدوزنو. انا هذه هي الطريقه اللي معتمدتها شاك رمضان، والبنه تاعو تجي بزاف هايله، وتبقى الاكل اذواق ماشي سيونس اكزاكت. لانه كاين يبعثولك تعليقات يقول لك علاش درتي هكذا وعلاش درتي هكا، ما يجيش هكذا ما يجيش هكذا. الطبخ ما راهوش سيونس اكزاكت، ويعني معاك ما تبدليش في الاساسيات. كيما يقولوا الاساسيات اللي كيما نقول زعما هذه تجي بيضه تجي بيضه، هذه تجي حمراء تجي حمراء. مي كاين حوايج تقدري تبدلي فيهم، حبيتي تنقصي شويه توم تنقصي البصل تنقصي، ولا تخلي الثوم هذه شي يعود ليك، ماشي ما واحد ما راهو راح ياكل معك في الطبسي ديالك. انا اللحم تاعي بعد ما قليته مع القرفه، مع العود تاع القرفه، ديري عود وزوج ملاعق تاع الزبده وشويه تاع الملح وزوج ملاعق تاع السكر. هذوك ملاعق السكر راح يخلوا السكر يدخل في اللحم، لانه الا ما درتيلوش معلول ماشي راح يدي هذاك لوغو تاع الحلاوه. انا درتو في زوج مغارف عفوا، استعمل زوج كيسان تاع ماء سخون وغلقت عليه حتى طاب. كيما راكي تشاهدي كي طاب نحيته على جهه، ودرت هنايا واحد ريتله غير ربع تاع الماء سخون، وزدت عليها كاس تاع مزهر. بالنسبه للحم اذا راكي مزروبه ديري في لاكوكوت، انا على كل حال وقت مزروبه خذا وقته طب عقلو. ليسونسيال هنا راني زدت الكاس تاع المزهر، يعني واحد 200 250 مليلتر، وراح نزيد 800 غرام تاع السكر، ونروح ندير هذا الخليط. قبل ذلك راح نزيد المشماش عليه، لانه المشماش يطول شويه في الطياب ديالو. راح نزيد المشماش ونديرهم على النار تاعي، نغلق عليهم نغطيهم ونديرهم على النار حتى يطيبوا. كي نشوف المشماش دار هادو لي بول، ورانا مازال ما كيش يقولوا ما عقدليش، راه دار لي بول. نروح نزيد كيف كيف الزبيب اللي كنت درتو تانيك في الماء سخون وصفيته، نديرو ونزيد نعاود نخليهم يطيبوا. هنا كي خلاص نشوف العسل ولا المرقه تاعي تعسلت، هنايا باش نروح ندير العينه،
وقبل ذلك ما ننساش نرد اللحم مع باش يزيد يعاود يطرى مليح المرقه الحلوه. وهنا كي تشوفي هنايا لي بول هذوما راهو هنا وصل للدرجه تعسلت كما يقول المرقه تاعي خلاص تعسلت. هنا نروح نزيد العينه تاعي بعد ما غسلتها وصفيتها. وكيفاش يقولوا تعرفي بالمغرب تعرفي العسل تاعك طاب، تعرفي القوام اللي راكي حباتو. انا ما نحبهاش مايها بزاف، على هذيك خليت حتى بدات تتقل يعني نوعا ما باش زدت العينه. من بعد ما زدت العينه ولا عين الجمل كما يعيطوا لها في بعض المناطق، تماك رحت زدت العينه وحسبت 5 دقائق. قولي يا سيدي 5 دقائق 7 دقائق على حسب النوعيه تاع العينه تاعك. انا العينه تاعي شويه طريه دونك خدمت لها واحد 5 دقائق 7 دقائق وطفيت. وهنا غير ما تطفي ما تنسايش 3 ملاعق تاع المزهر اللي تبردي بهم المرقه وراح يعطيو له ريحه تهبل وتنفنف. هنا نورمالمون بلا ما نهضر راكي تشوفي في النتيجه تاع التعسل روعه تاع الروعه. هنا نسيت ما قلتلكمش المقادير تاع العينه والمشماش والاخر. استعملت في العينه استعملت 500 غرام عينه لانه انا من عشاق العينه، والزبيب والمشماش استعملت 250 غرام عين زبيب و250 غرام تاع مشماش. وانتي تقدري تستعملي فواكه اخرى، كاين اللي يحب لي زنانه، كاين اللي يحب الكيوي. وبالنسبه للوز حمصته في الاير فراير، ما زدتلو ني زبده ني والو وما رميتوش في المرقه. انا نحب نديكوري به باش يحافظ على القرمشه تاعو وتبقى القضيه قضيه الذواق عفوا. تقدر تحمصيه مع مغرف زبده في المقله يدي هذيك التحميره الشابه. وبيان سور درت معاه المطلوع فاصون هذا النهار الاول تاع رمضان، درت المطلوع ودرت اللحم الحلو درت الحميص درت شريبه ودرت دوزيام بلا خفيف وظريف ما شاركتوش معكم، ولكن راح تكون هناك وصفات ان شاء الله راح نشاركهم معكم. بهذا نكون وصلت لنهايه الفيديو. اذا عجبتكم الوصفه وفدتكم بالمعلومات والمقادير المضبوطه ما تنساوش التعليق، واذا شاهدتوا قناتي لاول مره ما تنساوش الاشتراك والبارتاج مع ناسكم وحبابكم. رمضان كريم، صحة فطوركم، دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.